15 يوم ضرب وموت وجوع وكل حاجة بتحصل في فلسطين. بس اللي انا حابب اقوله بقى من ابو يوسف اخوكم، القرار متاخد. مهما هنقف ومهما هنعمل دعم لفلسطين ومهما هنتكلم، الجماعة دول واخدين القرار وهم عارفين هم بيعملوا ايه، وهم عارفين هم عايزين ايه. لو وقفنا ولو عملنا باللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة أي لغة هم عايزينها، هم عارفين رايحين عايزين يعملوا إيه. يا جماعة ده الأكل عندنا ومش عارفين ندخله، ده الشرب عندنا ومش عارفين نوديه. لأ، اقسم بالله اللي بيحصل كده كتير، اللي بيحصل كده كتير. مهما بقى وقفنا وكل الدول العربية اتكلمت وكل الممثلين ولاعيبة الكورة والمغنيين وكل الشيوخ وكله اتكلم، محدش هيقف جنب فلسطين الا ربنا. والله العظيم مهما عملنا، سيبكم الكلام اللي احنا الهجص احنا كلنا بنتكلموا على بعضنا ده، سيبكم من انا اقول لفلان تعال نروح نقف وتعالوا نطلع نتكلم وتعالوا نطلع نعمل، لا كل ده مش هيجيب نتيجة. كل اللي بيحصل ده والله ما هيجيب نتيجة. ده الناس كل شوية بتموت، كل دقيقة بتموت. الشعب خلص، الشعب خلص. الاكل اللي هو محطوط على الحدود ده مش هيلحق يروح لهم، والله العظيم الاكل ده ما هيلحق يروح لهم. شوف بقى كام واحد ميت جعان، شوف كام واحد ميت عطشان، شوف كام واحد ميت مش لاقي حتى بق الميه يشربها يا راجل. حرام والله اللي بيحصل ده، حرام اللي بيحصل. معاكي ربنا بس يا فلسطين، معاكي ربنا وهو اللي هيخلصك بأمر الله من اللي انت فيه. ربنا مش حد تاني، مش حد تاني. نخش بقى على ماتشنا النهارده وسيمبا. اللي بيحصل بقى في الماتش النهارده ده يا جماعه، اللي حصل يمين الله حاجه غريبه. ماتش غريب وتغييرات كرر سيئه، تغييرات كرر كلها الخمس تغييرات سيئه من ابو يوسف الاهلاوي اهو. يا كرر تغييراتك سيئه. احنا كنا ماسكين الماتش من اول دقيقه، بقول للعيبه الاهلي اخره الدلع، اخره الدلع ده. ربنا لو مش بيحب هيبه النادي الاهلي وجمهور الاهلي كنا طلعنا خسرانين والجون ما كنا جابوش ابننا بتاع كهربا ده. لكن لعيبه الاهلي نازله الشوط الاولاني الثاني ايه، اللعيبه نازله من اول دقيقه من الماتش عماله تستهتر وتضيع، عمال طق 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 ونوصل ونروح نجيب اجوال وتضيع. ليه يا عم انت وهو؟ ايه اللي بيحصل؟ ما نخلص، ما نخلص يا كهربا انت وبيرسي تاو من اول الشوط الاولاني. بيرسي تاو اللي قاعد كام 70 دقيقه ما بيعملش حاجه، ولا 75 دقيقه ما بيعملش حاجه الا كوره تجيله يعملها فاول علينا. ده كفايه الحكم علينا، ده كفايه الحكم يا راجل انت وهو علينا. عيب كده، عيب عليكم يا لعيبه الاهلي، عيب من ابو يوسف الاهلاوي حبيبكم. وكلنا واثقين في ربنا وفيكم. احنا نعرف ان انتوا بتلعبوا في ظروف صعبه وزعلانين واحنا كلنا زعلانين، بس احنا قلنا بقى ايه، احنا بنلعب في وضع اتحطينا فيه نكمل. احنا بنلعب في ظروف صعبه نكمل ونيجي لتغييرات كرر، نيجي لتغييرات كرر ومنزل لي صلاح محسن ومطاهر محمد طاهر مع بعض، نزل لي صلاح محسن وطاهر مع بعض. ده اسوأ اتنين في التيم يا راجل، ده اسوأ اتنين في الفرقه منزلهم لي. ده الاتنين ما بيقفوش على الكوره يمسكوها، ده الاتنين ما بيمسكوش الكوره عليه، لازم الاتنين يرجعوا بالكوره تقطع مننا. ليه؟ ما امسك نص الملعب من الاول. كوكا ما يلعبش 90 دقيقه، كوكا بعد احترامي ليه ما يلعبش 90 دقيقه. ليه كده؟ احنا يا جماعه داخلين على ماتشات صعبه، داخلين على ماتشات صعبه. دخلناه والكره اللي جات لك يا صلاح يا محسن في الاخر دي ما تخلص يا راجل. انت مشلول، انت مشلول، ما ترزع. دي انت عمال سرعات سرعات سرعات، ما جات لك الكوره انفراد خلص يا راجل بقى وخلصنا وطلعهم من الماتش، طلعهم من هنا من عندهم بدل ما يجوا لنا استاد القاهره لسه يبقى في امل. لا اللي بيحصل كده لا، مش هينفع كل مره كده. صلاح محسن انا اصلا مش بيتفائل بيك اقسم بالله. صلاح محسن وانتوا عارفين من اول ما اتكلمت قلت لكم صلاح محسن وشه فرقه وشه وحش على فرقه الاهلي. يا كرر ركز في التغييرات والتشكيل، ما تتكبرش. بعد احترامي ليك عبد القادر فين؟ انا عايز اعرف عبد القادر ما بينزلش ليه مكان طاهر ده؟ ده طاهر يا جماعه اقسم بالله ما يلعب في اي فرقه، والله العظيم نقطه ضعف لاي فرقه طاهر محمد طاهر ده. اللي المذيع الكاشف المحترم ايمن الكاشف يقول لك طاير محمد طاير. طاير ايه يا راجل؟ يا راجل ده ما طارش، ده طار خالص في السماء. يا رب يطير بقى ونخلص منه بقى وياخد صلاح محسن معاه. فوقه
فوق لعيبه الاهلي ومش عايزين شمت حد فينا. ده احنا لسه بنقول يا هادي، ده احنا لسه بنقول يا هادي. وان شاء الله بدون مقاطعه ماتش العوده بامر الله هينتهي بامر الله لصالح النادي الاهلي. لو ركزنا اتفرجوا بسكور. بس لعيبه الاهلي تركز، وعايزين ملعب كله يتملى من ابو يوسف الاهلاوي. هو عايز 70,000 في قلب الملعب، وكلنا نقول فلسطين. حتى لو قلنا فلسطين مفيش حد ينفع فلسطين الا ربنا، والله ما حد هينفع فلسطين الا ربنا. وبطالب كل مسؤول يعمل اللي عليه والباقي على ربنا. كل مسؤول في الوطن العربي يعمل اللي عليه ويسيب الباقي بقى هو ربنا اللي هيخلص ان شاء الله. وحابب اشكر كل واحد مشترك معانا في القناه، واتمنى من ربنا المزيد عشان صوتنا يوصل بربنا وبيكم. السلام عليكم.